هانتوما بالنسبه للطريقه ديال 15 15 تقريبا 15 سنتيم، وكتعرضوا المكان ديال الحرق بهذه الطريقه هذه لمده ديال 15 ثانيه. بيان سور درجه الحراره ديالو ما تكونش بارده تاخذوا قرعه من الثلجه ولا بارده من الثلاجه وديروها، هنا هذه الطريقه هذه كافيه. اوكي، بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم. كيف ما وعدتكم غندير لكم فيديوهات ان شاء الله ديال الاسعافات الاوليه، وفيديوهات ما يخص المجال ديالي اللي هو مجال تكوينات وبرودكسيون ديال مواد التجميل. اليوم غنهضر لكم على واحد الدرس ولا واحد النصيحه مهمه بزاف ديال الحروق. بزاف الناس كيتواصلوا معايا وكيقولوا لي مثلا الا تحرقنا تعرضوا للحرق في الدار، شنو هو الاسعافات الاوليه اللي ممكن يقدموا لوليداتهم لا قدر الله ولا لنفسهم ولا باش يساعدوا شي حد اخر. سمحوا لي غادي نطول عليكم الفيديو، واخا 6 دقائق ولا 7 دقائق على الاقل بحكم الضروره ديال اليوتيوب لحقاش هبط لي الادسنس. بالنسبه للناس اللي مزروبين ولا الطريقه والمعلومات غتلقاوها في صندوق الوصف، واللي بغى يتبع مرحبا به. النصيحه الا تحرق لا قدر الله شي حد في الدار كيفاش نديرو حتى نقدموا ليه الاسعافات الاوليه. النصيحه اللي نقدمها لكم هي طريقه او القاعده ديال 15. شنو هي القاعده ديال 15؟ القاعده ديال 15 الا تحرق شي حد فكديروا يديكم مباشره تحت الروبيني 15 سنتيم تقريبا. انا غندير لكم الفيديو ما يكونش قريب بزاف باش ما يعقركمش في الحرقه. كديروا 15 سنتيم تقريبا ما بين الروبيني وما بين المكان ديال الحرقه. ثاني حاجه القاعده، المهم القاعده فيها 3 ديال الخطوات. الخطوه الاولى هي يكون الماء درجه الحراره ديالو 15 درجه، يعني ما يكونش بارد بزاف تاخذوه من الثلاجه ولا تاخذوا ثلج من الفريغو تحطوه حقا راه غادي يبرد. نو، 15 درجه يعني من الروبيني كافي. كديروا تحت من الروبيني 15 درجه بيان سور، والبعد 50 سنتيم و15 ثانيه اللي غتخليوها تحت من الروبيني مباشره، يعني 15 سنتيم ديال البعد ما بين الروبيني وما بين المكان ديال الحرقه. هذه بالنسبه للدرجه الاولى. بالنسبه للدرجه الثانيه كيفاش غنعالجوا على بان لكم الحرق مجهد شويه ولا يعني الحرقه واصله للدرجه الثانيه، كديروا بيان سور الطريقه 15 15 15. قاعده 15 15 شنو هي؟ كما سبق وذكرت لكم، تتبعدوه على الروبين واحد 15 سنتيم وكتطلقوه على المكان ديال الحرقه باش تتبرد، باش كتبرد وما كتنوضش، ومن موراها مباشره كديروا بيافين. هذه في الدرجه الاولى. في الدرجه الثانيه بالنسبه للدرجه الثالثه هي اللي حتى هي كديروا الطريقه ديال 15 15. القاعده ديال 15 15 يعني كديروها تحت من الروبيني وكتبعدوا يديكم على الروبيني 15 ثانيه، ومن بعد كديروا بيافين. ما تخافوش. هذه بالنسبه للدرجه الثالثه اللي كيكون الحرقه شويه غارقه شويه، فكيديروا بيوغاز الفاصمه الخضراء وكتزيدوا عليها بيافين من الفوق. دونك بيافين، الناس اللي كيديروا بيافين ما تبينوهاش الحرق حقاش كتكحل مع الشمس، كتكحل البلاصه ديال ديما درقوها بشي بونط ولا درقوها بحوايجكم اللي كنتو كديروها بالنهار. وضروري كيف ما قلت لكم هذه هي بيافين كيف ما كتشوفوا افيكاس للحرق. كاين اللي كيدير ميبو ولكن انا كنفضل ميبو. كنديروها بالنسبه للطياب. بالنسبه للناس اللي عندهم لي زيسكار غندير لكم حلقه ان شاء الله على لي زيسكار، كيفاش الوقايه منهم، كيفاش نعالجوهم، بزاف ديال الحوايج. هادشي كله غنشرحه لكم ان شاء الله في حلقه واحده اخرى. لي زيسكار راكم عارفين لي زيسكار واحد المرض جلدي اللي كيجيب قوه الناس ما كيبقاو ناس. الناس اللي كيكونوا مثلا في غيبوبه ولا مساكن افيسي ولا مساكن واقع عليهم شي مشكل ما كيكونوش كينوضوا، كيتحفر لهم الجلد ديالهم. هذيك كيديروا فيها ميبو. اما الحرق كنديروا بيافين كيف ما كتشوفوا.
ها هي بيافين مع السيلفي ما كتبانش، ولكن نخلي لكم الصوره ديالها ان شاء الله على الفيديو. نتمنى انني نكون فتكم. كيف ما قلت لكم الاجراءات او الاسعافات الاوليه بالنسبه للناس اللي كيتعرقوا الحروق، مثلا شي واحد تحرق قدامكم وبغيتي تعاونوا، سواء ولدك ولا جارك ولا المهم شي حد قدامك تعرض للحرقه، كيفاش غتعالجو؟ غدير ليه القاعده 15 15. داكوغ، 15 15. غادي يتعرض المكان ديال الحرقه تحت من الروبيني، غتخليها 15 ثانيه ودرجه الحراره 15. عقلوا عليها القاعده 15 15. تعرض المكان ديال الحرقه تحت من الروبيني واحد البعد ديال 15 سنتيم، 15 ثانيه وانت حاط يديك تحت من الروبيني، والماء بيان سور كتكون درجه الحراره ديالو 15. ما ناخذوش شي حاجه بارده من الثلاجه ونحطوها على المكان ديال الجرح. داكوغ، حتى هذاك راه كيأثر. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون فادكم ونال الاعجاب ديالكم. ودائما قاعده 15 15 كان ابليكيو من موراها. عفوا شويه ديال التوتر، شحال هذه ما درت شي فيديو. نتمنى انني نكون فتكم وان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. بيان سور غيفيدكم، لحقاش هذه هي الطريقه اللي كيتعالجوا بها الناس، سواء في لي زوبيطو ولا هذه هي الطريقه الافيكاس. دائما كنصحكم بها قاعده 15 15. الماء تكون درجه الحراره ديالو 15، البعد عن المكان اللي كنصبوا منه الماء تكون 15 سنتيم و15 ثانيه، وحنا كنعرضوا المكان ديال الحرقه تحت من الماء. داكوغ، هذا بالنسبه للدرجه الاولى. هذه هي العلاج ديالو، من موراها كنابليكيو بيافين. الا كانت الدرجه الثانيه حتى هي كنديروا القاعده ديال 15 15 وكنديروا بيافين. الدرجه الثالثه الا كان الحرقه بروفون يعني عميقه شويه، وهذه ضروري تمشيو للوبيطال. الدرجه الثانيه والثالثه ضروري تمشيو للوبيطال. بالنسبه للقاعده 15 15 وتابليكيو بيافين، هذيك غير في الدار، ما كاينش مشكل، ما تنوضش بلاصه ديال الحرقه لا والو، كونوا هانين. ولكن الدرجه الثانيه والثالثه ضروري ما ديروا القاعده 15 15 15 15. في الدرجه الثانيه ديروا بيافين، ولكن الدرجه الثالثه خصكم ولا بد ديروا قاعده 15 15 وتمشيو لارجونس. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون فادكم ونال الاعجاب ديالكم، وغنخلي لكم لا ميثود في صندوق الوصف. وشكرا للتتبع ديالكم. الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.